النهارده هكلمكم بقى عن ايه، عن الجانب المظلم او الجانب المتعب في الشغل النقل الذكي، بس بقى من جانب العميل. تمام. يعني الجزء اللي يكون العميل متسبب في ان هو يكون متعب او مرهق في شغلنا. هو انا بتكلم في النقط دي، هم 11 نقطه بصراحه. يعني انا كنت قاعد بكتبهم كده مع نفسي، ففوجئت ان هم، كنت فاكر كام نقطه، ان هم هيطلعوا مثلا 5 6 نقط. فوجئت ان في 11 نقطه فعلا. اغلب الكباتن بتتضايق منها لما بتشتغل. انا بقولها من باب ايه، من باب الناس تبقى عارفه ان الشغل مش كله فلوس وحلو وبس، في حاجات جانب يعني مش لذيذ. ومن جانب تاني، لو الناس اللي سمعني ده عميل، يعني اللي هيسمع الفيديو يكون عميل، يحاول ان هو يراعي النقط دي، وان هو يتجنب ان هو يعملها، خصوصا ان الكباتن بتبقى طول النهار ماشيه في الشارع، سواء في الهواء جامد او ساقعه او الشمس جامده. قاعد على الموتوسيكل، قاعد الموتوسيكل بتوجع الظهر جامد، فيعني الناس تراعي بعضها يعني. المهم ايه، هنتكلم عن النقط دي نقطه نقطه كده، هم 11 نقطه. اول نقطه، ان العميل يكون مش واقف في اللوكيشن اللي هو محدده. هو دلوقتي حدد لوكيشن، الطبيعي اسهل حاجه ان انت لما تيجي تطلب تخلي البرنامج يحدد اللوكيشن، هو بيحدد اللوكيشن انت فيه. وفي نفس الوقت من باب الاحتياط، ان انت لما تيجي تحدد اللوكيشن افتح الماب وبص شوف انت المكان اللي انت فيه ده واقف فيه صح ولا المكان ده غلط. لان الدبوس انت في مكانك صح ولا غلط. بالاضافه لحاجه بقى، بعد ما انت خلاص انت طلبت، ما تتحركش من مكانك. ما تجيش انا بعد ما اوصل لك تقول لي انا اتحركت او رحت في حته تانية او بعدت او قربت. طب انت بتدوخني وراك ليه؟ انت دلوقتي المفروض ان انت محدد لوكيشن، حتى لو من باب المساعده ليا انك تقرب لي من غير ما تقول لي. يعني انت بتزاولني وخلاص. بعد ما هروح اللوكيشن، انا طبيعي ان انا بروح على اللوكيشن على طول من غير ما اتصل بالعميل ولا اي حاجه. فبعد ما اروح افوجئ ان هو في حته تانية، او ان هو يتصل بيا يقول لي انا في الحته الفلانيه، انا بعتمد على اللوكيشن. ما تقوليش انا واقف مثلا ايه قدام المحل الفلاني وانا غريب عن المنطقه، ما اعرفش اسماء الشوارع، ما اعرفش اسماء الاماكن اللي انت بتقول عليها دي. فانا افضل حاجه بيني وبينك ايه، انت حدد لوكيشن واقف فيه واستناني. تاني نقطة، إن العميل يحدد اللوكيشن اللي رايحه غلط، سواء عن عمد أو استعباط أو عمد أو سوري يعني، أو عن دون قصد. في ناس بتتذاكى، يجي دلوقتي أنا مثلا في الموتوسيكل، المشاوير كلها قصيرة، بحسب الكيلو ب5 جنيه، 5 جنيه 6 جنيه كده أهو. فأنت مثلا ماشي مش